السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. والوصفه ديال هذا النهار هذا تنال الاعجاب ديالكم، والفيديو بطبيعه الحال يلقاكم في احسن الاحوال واحسن الظروف يا رب. اليوم ان شاء الله نتقاسم معكم هذه الكيكه الاقتصاديه والسهله والبسيطه نظرا لارتفاع الاسعار. كيف كتشوفوا كنعيشوا واحد الارتفاع مهول. الله يهدي مخلق وصافي. غادي نحضر معكم هاد الكيكه الهشيشه وطالعه ناجحه مليون بالمئه، بلا زبده وبلا حليب وبلا بيض، غير بالدقيق والماء فقط، يعني بسيطه. تحضروا لهاد الكيكه غادي نحتاجو قبصه ديال الملحه، غادي نحتاجو كاس معمرش ديال السكر سنيده، يعني كاس ديال العنبه ناقص 2 صبعان. بسم الله، انا غادي نعطيكم المكونات في نفس الوقت نخدم معكم. غادي نضيف عليها نص كاس ديال الزيت عاديه، زيت نباتيه، نص كاس. نتوما اي كاس بغيتو تعبروا به، المهم غير ديروا القياس اللي غادي نعطيكم. وعندي هنايا كاس ونص ديال الماء غير الصنبور، يعني الماء بارد، كاس ونص. وغادي ندير لها واحد ساشي ديال الفاني. كما عندكم الفاني السائله راه حتى هي تقدروا ديروها كيف شفتوا معايا، بلا بيض بلا حليب بلا زبده، كيكه اقتصاديه. وهذا الشيء راجع لهاد يعني الظروف اللي حنا كنعيشوها ديال الغلاء، علاش ما نديروش كيكه اقتصاديه سريعه وسهله في نفس الوقت. خلطوا مزيان هاد المكونات السائله، خلطوها مزيان. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره، هذه اختياريه، ديال القهوه سريعه الذوبان، اختياريه، ما عندكمش ما ديروهاش، ما بغيتوش ديروها يعني تستغناو عليها، غير باش تعطينا واحد النكهه ديال القهوه. بغيتو تبدلوها بنكهه ديال الكاكاو، راه تقدروا تضيفوا نكهه الكاكاو ولا نكهه الكراميل. غنخلطوا مزيان باش تحل معنا هاد القهوه هذه. نديروا النواشف. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، ما يعادل 2 ديال الاكياس، هاد النوع هذا 2 ديال الخنيشات. من الاحسن انكم تغربلوهم، شي الا كان فيهم شي تكتلات يعني شي كرات ندوزوهم في المصفات بهذا الشكل هذا، نخويوهم كاملين. وغادي نوضع 2 كيسان ديال الدقيق، 2 كيسان ديال الدقيق. الكأس الأول، وهذا الكأس الثاني. غادي نوضع واحد 2 الأكياس ديال خميرة الحلويات بيكين باودر، 2 خنيشات اللي القياس ديالهم 7 غرام ولا 8 غرام، غادي ديروا 2 ديال الأكياس. صافي، غادي نحل هادو مزيان وغادي نخلطوا هاد المكونات. كيف لاحظتوا معايا راه كيجي القوام ديالو ثقيل. غادي نضيف واحد المعلقه ديال الخل، معلقه كبيره ديال الخل، اللي عنده يعني الحامض راه يعوض هذا الخل بالحامض. صافي، غنخلطو مزيان. كندخلوا الكيك ديالنا للفرن يكون بارد هكذا باش نجح معكم الكيكه. بالنسبه للمول اللي استعملت انا استعملت هذا العادي يعني الدائري، استعملت هذا القطر ديالو هنايا 24. نتوما الا كنتو غادي تستعملوا اللي القطر ديالو 26 ولا 28 غادي تذوبوا المقادير. صافي، وغادي نخويو الخليط ديالنا وندخلوها الفرن 180 درجه، لا نار مهيله، نخليوها طيب على خاطرها، يعني اي بحال اي كيك عادي. بعد ما طيب ان شاء الله غادي نرجع معكم باش نكملوا التزيين ديال الكيك. شفتوا معايا ما شاء الله، يعني كتجي مفشفشه ورطبه هشيشه بزاف. انا هنايا غادي نثقبها وغادي نثقبها بالكيردون، وغادي نحاول انني نسقيها بالقهوه.
باش تجي مسقيه مزيان ومعلكه. اللي عنده قهوه سريع الذوبان، انا عندي يعني القهوه عاديه صافي، وغادي ندوز نسقيها. نسقيوها مزيان وهي سخونه. نحاولوا اننا نسقيو الكيكه ديالنا. ما شاء الله راه تشقات كيف كتشوفوا. كيكه اقتصاديه وهشيشه ما شاء الله. نظرا للاسعار يعني اللي ارتفعت مؤخرا، هاد الظروف هذه اللي كنعيشوها، الله يرحمنا ويرحم العباد يا رب العالمين. هادشي ما كيقدروش الصراحه. الوليدات كيبغيو بحال هاد الحويجات هادي يشوفوها على الطبله ديال الكوتي. صافي انا سقيتها مزيان وغادي نخليها على جنب، وغادي ندوز نحضر واحد لاصوص اللي هي بسيطه. هنا عندي 18 قطعه، 18 قطعه ديال الشكلاط اسود. غادي نمشي ندوبها على نار مهيله، وغادي نضيف ليها واحد 4 كاس ديال الحليب. 4 كاس ديال الحليب غنمشي ندوبها ونرجع. كتشوفوا من بعد ما دوبت الشكلاط غادي نضيف لها واحد 4 كاس ديال الحليب ونخلطو. انا هنا استعملت شكلاط كالا، نتوما اي نوعيه عندكم راه تقدروا تزينوا بها. غنخلطو مزيان. شفتوا تبدل الشكل اللون ديالها عفوا. خلطوها مزيان وهي سخونه، ما تخليوهاش تتبرد. بحال كلاصاج. شفتوا تبارك الله كيرجع الشكل ديالها كيلمع صافي. وكنزينوا الكيك ديالنا. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم. انا زينتها فقط غير بديك لاصوص اللي جهزتها امامكم. نتوما بغيتو ديروا شي اضافات وحده اخرى لكم الاختيار. هذه هي الكيكه الاقتصاديه. الى فيديو مقبل بحول الله. ما تنسوناش بالبارطاج مع الاصدقاء ومع الحباب هكذا باش تعم الفائده. الى فيديو مقبل بحول الله. بسلامة غزالات، في امان الله. من هنا الفيديو الجاي خليت لكم لهنا اللي ما يفنى. احبكم في الله. ما تنسوناش بالدعوات ولي لايك والتعاليق اللي كيحفزوني اننا نعطيكم كل ما هو بسيط واقتصادي. بسلامة الغزالات.